أخذت مسيرة الأساتذة المتعاقدين منحا جديدا دخل فيه المحتجون في إضراب عن الطعام في مدينة بودواو بعد أن شلت قوات الأمن مسيرتهم وحالت دون وصولهم إلى العاصمة. ودعت المصالح الأمنية المشاركين في مسيرة الكرامة إلى التراجع لعدم حيازتهم على ترخيص بالمسيرة، لكن الأساتذة جددوا التأكيد على صمودهم حتى تحقيق مطلبهم. منعرج جديد في احتجاج الأساتذة المتعاقدين هنا في قلب مدينة بودواو، حيث تحاصرهم قوات الأمن من كل الجهات. يفترش أصحاب المآزر البيضاء الأرض لبدء حلقة مأساوية أخرى من فصول رحلة البحث عن الإدماج. أستطيع الكلام لأنني في حيرة من أمر هذه الوزارة التي تجاهلت هذه الأساتذة. بإذن الله نحن صامدون. في هذا اليوم انطلق الأساتذة المتعاقدون إضرابا عن الطعام. احنا عاقدين العزم أنه الإدماج أو الموت. احنا رانا اليوم داخلين في لاغراف دو فان إلى غاية صدور قرار الإدماج أو الموت. إضراب لا بديل، ومناش حابسين على إضراب على الطعام حتى يلحق الإدماج بإذن الله. ثقل الأيام الطويلة التي ساروها مشيا على الأقدام لا تفارق محياهم، ورغم التعب الذي نال منهم وأنهك أجسادهم والآلام التي أضرت بأقدامهم، فإن الإصرار يزداد لافتكاك مطلبهم الرئيس والوحيد. أنا نطلب منهم التدخل العاجل لأننا لا نرضى بأي قرار إلا الإدماج. نبحث عن الإدماج، لا نبحث عن مسابقة كما هي تقول أو 5 نقاط إضافية هذه التي تقول عنها. L'objectif le plus intéressant, c'est l'intégration. Nous demandons l'intégration sans condition aussi. لما كانش فيها إدماج وزادت دارت لنا قرار تاع واحد اور ولاية ما يقدرش يشارك اور ولاية، واش ندير أنا؟ واش ندير؟ خدمنا ب2 ملايين بالعام باش يخلصونا، مع الاخر كي لحق وقت الكونكور قالت لنا بلي الخبرات تاعكم لا تحتسب، وحنا المطلب تاعنا هو الادماج. حتى هذيك الخبره خلاص ما قبلناهاش. الادماج. بعد مسيرة الكرامة الدور الآن على معركة من نوع آخر، إنها ورقة البطون الخاوية. شعار هؤلاء إما نكون أو لا نكون، وباب الإضراب عن الطعام قد يحول قضية هؤلاء إلى مسألة إنسانية إن لم تصل أخبار سارة من المرادية.